DNA مساء الخير. من يوم تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن لليوم ما هديت جهود مكافحة الفتنة، ما هديت جهود حماية السلم الأهلي. كيف ما برمت خبريات عن الفتنة وقد ايه صعبة الفتنة وقد ايه خطيرة الفتنة. التعبير عن الرأي العام أو التعبير عن الرأي فتنة، الاعتصام قدام السراي هو الفتنة، ما في شيء غيره. استنهاض الهمم السياسية بعد اغتيال اللواء الشهيد الحسن فتنة، كل شيء فتنة، كله ما عدا اغتيال لواء الحسن. هذا اغتيال لأسباب بيئية. كل شيء بيوصل على الفتنة ما عدا إذا دفنا اللواء الحسن بهدوء وانضباط وتهذيب وبعدين رشحنا جنازة على أروع جنازة بالعالم، هيك منحمي البلد من الفتنة. هيدا كان منطق إعلام 8 أذار، إعلام وسياسي من يوم الأحد، من يوم تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن. الحرصاء على السلم الأهلي وكارهي الفتنة وعلى رأسهم قناة المنار، ومن باب درء الفتنة وتوعية المواطنين على مخاطر الفتنة، بست يوم الاثنين تقرير حول الشاب إيهاب العزي يلي مفروض انه تعرضت له جحافل السلفيين يلي بتخبروا عنه المنار كل النهار، وقطعوا له اصابيعه. احد الامراء سحب السيف وقطع له صبيعه. سكوب العزي مثل ما مرق بنشرة اخبار قناة درء الفتنة المنار. وفي منطقة المدينة الرياضية اعتدى عدد من محازبي المستقبل بالآلات الحادة على المواطن إيهاب العزي ما أدى إلى بتر الصابع. ماشي بالموتوسيكل في شو اسمه حد المدينة الرياضية، قالوا لي انت شيعي وقف وقف وقف، بدي امشي اهرب على الموتوسيكل، قاموا لبطوا الموتوسيكل، زحفت اني شوي على الارض، رجعت بدي اقوم، كمشوا فيني بلشوا فيني ضرب صرت بالارض، ما عادش قدرت اعمل شيء. قام اجى واحد عم يفقعني بالسيف اللي معه، قام عم بعمل هيك ايدي، قلت له لا، قام قطش لي ايدي. ضرب. ما سألته المراسلة ليش ما في عليك اثار ضرب، بعدين ما سألته كيف قدرت بالسيف تحمي حالك وينقطشوا بس اصابيعك. تعلموها الحركة مهمة كثير، اذا حدا ضربكم بالسيف بتعلوا ايدكم هيك بتنقطشوا بس اصابيعكم، مهمة كثير هالحركة. هلا كيف عرفت المنار بقصة العزة اساسا؟ كيف نجحت نجاح اعلامي باهر بهالسبق الصحفي المميز؟ مين جاب العزة على المنار؟ كيف المنار قررت تبث هالتقرير وتأكدت انه المعتدين المفترضين هن من حزب المستقبل؟ كيف قدرت صاغت القصة من دون ولا شعطة فتنة؟ طبعا لانه كانت عم تخوض ضدي انا معركة درء الفتنة. كل هيدي الاسئلة اللي بدها حلم الله خليها على جنب. تقرير المنار حول قطع اصابع العزة بالسيف وهول الرواية اللي خبرها للشاب للرأي